نحن اليوم انفرزنا أو عملنا حملة هاي الاجتماعات، رح نكون موجودين معكم كل يوم. يعني من هون وهيك نحن كل يوم رح نكون مع بعض، رح نكون موجودين بالمخيم. الهدف طبعا من حملة الاجتماعات نشوف كل النساء الموجودين هون، نشوف وضع المرأة بالمخيم. نحن نعرف هاي الأزمة الحرب اللي صارت خلال 10 سنين، أكثر حدا تأذى من هاي الأزمة هي المرأة، وأكثر حدا عانى وتوجع هي المرأة. ونتيجة هاي الحرب المرأة موجودة اليوم بالمخيم. المرأة تهجرت من بيتها، من أرضها، طلعت غصب عنها نتيجة هاي الحرب، فنحن اليوم موجودين بهذا المخيم. طبعا هذا الشيء لا عيب ولا حرام، كنا نحن مضطرين لهذا الشيء. فما دام نحن اليوم المرأة عم تعيش هاي الظروف القاسية، لازم كمان تتحمل وتكون قد الحمل. لكن اليوم للأسف في مين عم يستغل حاجة المرأة، وفي مين عم يستغل وضع المرأة، خاصة المرأة الموجودة بالمخيم اليوم. فمشان هيك لازم تكون المرأة واعية حتى تميز الصح من الغلط. فالهدف من اجتماعاتنا هي توعية المرأة وتنظيم المرأة بالمخيم. العالم كله أجمع يعني بيعرف وسمعانين فيه. وانتم سمعتوا انه هذا الفيروس كثير خطير، والدول العظمى ما قدرت يعني تلاقي لقاح او دواء لإله. بس نحن شلون بدنا نوقي حالنا منه. يعني لقاح مثل ما حكينا ما في، ودواء انه يعمل حل جذري او علاج جذري لإله ما في. بدنا نحن نوقي حالنا كيف؟ اول شيء العامل الاساسي هو النظافه. النظافه اساس الشيء. نحن كنا من قبل نهتم بالنظافه، الكل اكيد، بس هلا رح يصير عندنا شيء اسمه وسواس النظافه. وسواس يعني كل شوي نحن نروح ونجي، انتم هون بالخيم غسلوا ايديكم، علموا اولادكم على التغسيل.